بصي يا ست الكل، لو جالك ضيوف فجأة او لو انت مش عايزه تقفي في المطبخ وعايزه تعملي وجبه سريعه بس تكون طعمها حلو، عايزه اقولك والله العظيم ما وقفتش 5 دقايق على بعض وعملت احلى فراخ في الدنيا. يعني حاجة كده فظيعة بجد، ولادي كلوها وجوزي انبهروا منها، وفي 5 دقايق ومن غير تعب ولا مجهود ولا وقفة كتير. انا كان عندي شوية رز بسمتي باقيين من امبارح، قلت اعمل جنبهم الفراخ دي. عملتها ازاي؟ حطيت الفراخ في صينية، قطعت عليها بصلتين وطماطميتين وفلفل حامي، وتبلتها بقى ايه، ملح وفلفل اسمر وبابريكا وكزبرة جافة وشوية من جوز الطيب وشوية من جنزبيل، وحطيت لها مكعب مرقة دجاج وبهارات فراخ ومكعبين زبدة، ورفعتها على النار زي ما انت شايفة كده، وكل شوية اقلبها وازودها شوية مية صغيرة، ربع كوباية مية، نص كوباية مية، لحد ما تشربها وتعمل بقى صوص روعة. السر بقى كمان حطيت لها معلقة عسل اسود، معلقة العسل الاسود كمان اديتها لون حلو قوي وطعم جميل وريحة كده ايه، محدش عارف ان انا حطيت لها عسل اسود، بس كانوا منبهرين من الطعم. وهنا بقى الرز البسمتي بتاعي مش مع شويه بطاطس محمره مع الصوص بتاعي، وبألف هنا وشفا.